إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نسمع كثيرا قول بعض الإخوة فلان مميع، فما هو التمييع حفظكم الله؟ أنا أنصح السلفيين أن يتركوا تبادل التبادل. بارك الله فيكم. التمييع مثل هذا الذي يسير الآن على يد أبناء عروة وأبي الحسن وأمثالهم، يعني يأتون بقواعد طبعا تهلك المنهج السلفي وأهله. صحيح ولا نجرح، كيف؟ خلاص ما تكلم عن البدع أبدا. إذا حكمت إرقاب. بارك الله فيكم. منهج واسع، يريد منهجا واسعا أفيح. هذه كلها ضد أصول منهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير من أهل البدع. فيأتون مثل هذه القواعد المميعة، بارك الله فيك، والتي تميع الشباب، تخلي ما عنده غيره، ما عنده نشاط لنشر هذا الخير. بارك الله. طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق إلى هذه القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كلهم سجان عنده. فهذا تبذيب وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. الإخوان المسلمين مميعون، الروافض إخواننا والصوفية إخواننا، وبارك الله فيك، والدعوة السلفية تفرق والدعوة السلفية تشدد. هذا تمييع. بارك الله فيكم. ونحن نحذر من التشدد، بارك الله فيكم، ونحذر من التمييع والتميع. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.